السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده هنعمل مع بعض شوكولاتة الرافاييلو. طبعا هي مش نفس اللي بتاعت بره بالظبط، ولكن هي اقرب حاجة ليها. طعمها ممتاز جدا وخفيفة جدا. طبعا الرافاييلو بتبقى غالية جدا وناس كتيرة ما بتقدرش تجيبها، فاحنا هنعملها النهارده في البيت بمكونات بسيطة خالص. هنبدأ دلوقتي وهنشوف طريقتها مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ليندا ودي قناتي، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ومتنسوش تعملوا لايك. يلا نبدا في الطريقه. اول حاجه هبدا بيها الشوكولاته. هحتاج لكوبايه من الشوكولاته البيضاء اي نوع تحبوه، وكمان نص كوبايه من كريمه الخفق، او ممكن تستبدلوها بنص كوبايه من الحليب وعليها معلقه صغيره من الزبده. وبعدين سيحتهم في الميكرويف، حطيتهم لمده دقيقه. كل حاجه سخنت مع بعض، مجرد ما الكريمه بتسخن بتدوب معايا الشوكولاته بكل سهوله لحد ما وصلت للقوام ده. دلوقتي بقى هبدا انزل عليها بكوبايتين من جوز الهند، وبجهز جنبي نص كوبايه احتياطي. فانا احتجت الكوبايتين ونص، طبعا بيبقى حسب مقدار السوائل اللي انتوا عاملينه هتحتاجوا الجوز هند. انا بعد ما عملت كوبايتين جوز هند، شايفين قوامه عامل ازاي؟ لسه بيلزق ومش متماسك ومش عارفه اكوره، فحطيت عليه كمان نص كوبايه جوز هند. مع الاسف الكاميرا كانت فصلت، وقدرت اجمعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعملت معايا عجينه متماسكه. دلوقتي بقى هبدأ في تحضير كرات الرافاييلو. فباخد من العجينة، وباخد يعني حاولوا ان انتوا لما تيجوا تاخدوا من العجينة ما تاخدوش كمية كبيرة، خلوا الكرة تكون حجمها متوسط. حشيتها بواحدة من اللوز، وبعدين بدأت اكورها بالشكل ده عن طريق الضغط، و حطيتها في جوز الهند، غلفتها بجوز الهند. ممكن طبعا تحشوها بشوكولاته بيضه مع اللوز، او ممكن كمان تحشوها مع ببسكوت الويفر زي ما تحبوا، دي حاجه ترجع لكم. انا هنا لما باخد من العجين بحس انها كبيره شويه، بقوم قطع منها حته. طبعا ممكن تعملوا بالميزان، تخلوا كلهم وزن واحد 15 جرام مثلا، وتحشوها يعني 15 جرام من غير الحشو. وبس كده، ده بيكون شكل شوكولاته رافاييلو. هحطها بقى في الفريزر واخليها لحد ما تتماسك. شايفين الكميه عملت معايا كميه حلوه جدا. حطيتها في الفريزر او في التلاجة لحد ما تتماسك، وطلعتها وبنيت الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه ده. حاجه كده سهله وبسيطه، ما بتاخدش وقت خالص ولا مجهود. يعني انتوا شايفين ما عملتهاش لا في فرن ولا احتجت بوتاجاز ولا احتجت اي حاجه خالص، بمكونات بسيطه قدرت اعملها. والشوكولاته دي ترجع لكم، يعني اي نوع شوكولاته انتوا حابينه، اي نوع شوكولاته بيضاء تنفع جدا. وبس كده، ودي تكون وصفة النهاردة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو والطريقة تكون عجبتكم. عملنا النهاردة ضيافة سهلة وبسيطة جدا، وتفرحوا بيها اولادكم كمان. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات، وبالف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجربوها. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، واشوفكم على خير تاني قريب في فيديو جديد.